السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. انا النهارده هبدا الفيديو بتاعي من فوق السطوح كده. معايا شويه فراخ حلوين زي ما انتم شايفين. اعملهم لايك يا جماعه. الفراخ الحلوه دي اللي هيعمل لايك للفراخ دي هديله فرخه. انا عندي كلامي، اللي هيعمل لايك هديله فرخه. انا لقيت الجو حر النهارده فقلت اطلع اكنس لهم كده واروق لهم. هشيل العلافات عشان خاطر الجو حر، ما ينفعش ان الفراخ تاكل في الحر ده. انا بشيل، احنا دلوقتي الساعه 11، هشيل العلافات دلوقتي، مش هحط لهم غير على الساعه 4 يكون الجو بقى تروى، عشان خاطر ما ينفعش ان الفراخ تاكل في الحر ده. العلف مع الحر بيعمل نسبه تسمم للفراخ، لا قدر الله ممكن يموت معاكم فراخ. دي معلومه للناس اللي هي مش ما تعرفش يعني الحته دي، فحبيت اقول لهم المعلومه ديت. ما تبقوش انتوا تحطوا العلف للفراخ بالنهار في الصيف بس، لكن في الشتاء سيبوا الاكل قدامهم ليل نهار. هاخد برضو السقايات كده اغسلها واجيبها لهم بعد ما اكنس الاوضه. هبدا بقى كنيس كده معاكم للفراخ بتاعتي. الفراخ بتاعتي دي عمر شهر، انا كنت وزنهم قبل ما ابدا الفيديو. كانوا عاملين معايا اوزان 2 كيلو و2 كيلو وربع. اللي هيقول لي ليه الاوزان دي، هقول له يعني صغيره ليه. هقول عشان احنا في الحر، والفراخ في الحر في الصيف ما بتبقاش مركزه على العلف، بتبقى اكتر تركيزها على الميه، فما بتديش اوزان قد كده زي الفراخ في الشتاء. يعني مثلا كان معايا فراخ في الشتاء على عمر شهر كانت مدياني اوزان 2 كيلو ونص، فكانت اوزان كويسه جدا. لا، عشان خاطر الفراخ بتبقى مركزه على العلف. بس الحمد لله، نعمه وفضل من ربنا. الفراخ دي حلوه يعني الاوزان دي حلوه وعجباني والله، الحمد لله، نعمه وفضل من الله. انا هكنس لهم كده زي ما انتم شايفين وهروق. انا اللي ورايا دي البوكسه، بحضن فيها الفراخ. بحضنها لحد عمر مثلا 15 يوم وبعد كده انزلهم على الارض. دلوقتي الجو حر، فانا قلت بقى ايه، هروح كده افتح لكم الشبابيك دي. انا كنت عامله عليها مشمع، هشيل بقى المشمع ده خالص عشان يخش لهم هوا كده، لان الجو حر النهارده بطريقه فظيعه، مش عارفه ايه الحر ده. فهشيل المشمع ده خالص عشان يخلي الاوضه تروى. وانا بفتح المشمع كده الهوا كان داخل، كان مخلي الاوضه جميله جدا، وحسيت ان الاوضه بقت تروى وبقت احسن. انا هشيله خالص كده واركنه في جنب بعيد، وهكمل بقى الكنيس بتاعي. هكنس كده الاوضه زي ما انتم شايفين. لا، انا هشيل بقى السلك اللي خيلني ده، هربطه بعيد كده عشان اعرف اكنس منه، لانه هو خيلني في الكنيس. الفراخ كلها دخلت مني تحت البوكسه. هحط لهم بقى الاكل بتاعهم بس على العصر ان شاء الله. معايا برضو هنا بط، هكنس الاوضه التانية برضو. فيها بط، كنت جايبه بط مولر. فهو دلوقتي عمره 3 شهور، هكنس له واروق برضو كده عشان الحر ده، لان الطيور طبعا لازم ان احنا نروق تحت منها في الحر ده، عشان خاطر مفيش بقى اي حشرات ولا حاجه تيجي على السطوح ولا تيجي في الطيور بتاعتنا. وكل ما نكنس تحت منهم ونروق الطيور او الفراخ بتديكي اوزان كويسه، عشان خاطر النظافه دي حلوه للفراخ، وكمان مبيبقاش فيه اي امراض خالص. التنظيف عند الطيور ده ما بيحوش اي امراض. وكمان ايه، عندي معلومه حلوه لكم كمان. لو انتوا تجيبوا ازازه خل على مثلا 10 لتر ميه كده، جردلين ميه يعني، تفضوا ازازه الخل دي وكلور، وترشوها على السطح وفي الاماكن اللي انتوا بتربوا فيها فراخ، ما بتحوش اي حشرات وبتمنع اي ميكروب يجي في المكان ده. فدي معلومه حلوه حبيت ان انا اقولها لكم. اعملوها على طول، هتخلي طيوركم كويسه ومفيش اي امراض هتجيلهم خالص، مفيش اي طيور عندكم هتموت. انا بعمل كده الوصفه دي، الخل او الكلور بحطهم على الميه ورشهم في المكان اللي بربي فيه طيور بعد كل تربيه، بعد كل دوره طبعا. انا بعمل الحته دي. ممكن تجيبوا بقى فينيك وفورمالين برضو ترشوهم بعد ما تنضفوا السطوح او الاوضه اللي انتوا بتربوا فيها الطيور، فده كويس. الفينيك والفورمالين بيحوش اي ميكروب واي جراثيم او اي حشرات في المكان، بيحشوها خالص، وبتبقى الطيور بتاعتنا كويس، ما بيموتش مننا اي حاجه. الطوب ده طبعا انا بحط عليه العلافات عشان خاطر ارفعها كده عشان الفراخ تعرف تاكل. هرصه كده وبعدين هروح اجيب الميه. انا كنت عندي حنفيه برضو على السطوح كده، هملى السقايات منها واجيبها احطها لهم. ومش هحط لهم بقى اكل دلوقتي خالص، انا هحط لهم الاكل العصر. هحط لهم بس الميه كده واسيبهم. هروح اجيب السقايه التانية واحطها لهم. انا كده خلصت الفراخ بتاعتي، هسيبها بقى. اللي شايفين العبايه بتاعتي بتطير ازاي، الهواء بدأ يخش في المكان في الاوضه، وبقت الاوضه تروى كده. حتى كمان بعد ما كنست
يعني حسيت ان المكان بقى احسن، ما عادش حر زي الاول. الكنسه دي كانت محرره المكان. فانا هسيبهم بقى دلوقتي كده، وعلى العصر كده اطلع احطهم الاكل بتاعهم. هاخدكم دلوقتي واروح بقى على الاوضه التانية. معايا شويه بط حلوين زي ما انتم شايفين كده. البط ده نوعه مولر او بغالي، احنا عندنا بنقول عليه مولر او بغالي، معرفش بقى انتوا عندكم اللي بتسمعوا الفيديو بتقولوا ايه عليه. بيقولوا لي في التعليقات انتوا بتقولوا ايه على البط ده، اسمه ايه عندكم في بلدكم. الاوضه دي اوضه كبيره كده شويه عن التانية، بربي فيها برضو بط وفراخ بلد زي ما انتوا شايفين، وكمان في السقف كده عندي حمام مربيه في الاوضه دي. هوريكم بقى ضيف جديد كده زغنطوط طالع عندي كده في الاوضه دي، هوريلكم. بسم الله ما شاء الله. دي حمامه كده كانت طالعه لوحدها، كان معاها زميلتها بس ماتت وفضلت دي. وكمان هوريكم معايا عندي حمام تاني برضو طالع كده في الاوضه. بسم الله ما شاء الله. دول برضو في 2 تانيين اكبر منهم شويه عندي في الاوضه برضو، هوريهم لكم. دول شكلهم جميل جدا، بس كانوا خايفين قوي وانا بصورهم، شايفين بتعمل ازاي. فانا هاخد بقى دلوقتي هكنس الاوضه دي. دي الاوضه دي اللي انا بربي فيها البط. هروقها دلوقتي عشان خاطر الحر اللي احنا فيه ده بيجيب امراض وبيجيب حشرات كده في المكان. فانا لازم كل يوم بروق السطح ده وبكنس، يعني انا بكنس مرتين في الاسبوع، بروق السطوح بروق عند الطيور كده. معايا احمد ابني كان بيكلمني كده وبيقول لي ان هو عنده ميعاد درس، فكان عايزني انزل معاه عشان الدرس. فانا دلوقتي هروق وبعد كده بنزل معاه. هكنس الاوضه زي ما انتم شايفين كده. انا بربي عادي الحمام والبط سوا في مكان واحد، يعني ايه، ما بيحصلش حاجه. عادي الحمام بيتربى مع الطيور، مش لازم يبقى له اوضه لوحده يعني. لان كنت مصوراه قبل كده وفي ناس قالت لي في التعليقات هو انت ازاي مربيه الحمام مع البط. عادي يا جماعه، الحمام والبط يعني ما بيفسدوش بعض، عادي ان هم يتربوا سوا يعني. الحمام بيتربى في اي مكان ومبيحصلهوش اي حاجه. المهم بس الفراخ البيضاء اللي ما بتحبش اي حد اي طيور معاها في المكان اللي هي بتتربى فيه، ما نربيش معاها اي طيور، لان الفراخ البيضاء حساسه جدا، فانا بربيها لوحدها. اما الفراخ البلدي بقى والبط بربيهم سوا مع بعض، والحمام برضو زي ما انتوا شايفينه كده في الاوضه، فانا بربيهم سوا، فما بيحصلهمش اي حاجه خالص. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده الحمام بيطلع عندي والبط كبير وكويس، وكمان الفراخ بالبيض. هوريكم البيض بتاعها دلوقتي بعد ما اخلص كده واروق الاوضه دي. انا كنستها كده زي ما انتوا شايفين. وكمان هاخد الم الكنسه دي في شكاره برضو، بنرميها برضو بعيد كده عن الطيور، عشان خاطر لو احنا سيبناها كده على السطوح الكنسه دي بتربي حشرات، فكأننا ما عملناش حاجه. انا بخلص وبشيلها عباها في شكاره وارميها بقى بعيد خالص. ان الطيور بتاعتي دي في الدور الرابع، يعني بقى عند الحر وعند الطراف الساقعه بتلاقي الجو ساقع جامد. وكمان في الحر الدنيا بتبقى حر قوي على السطوح لان انا في الدور الرابع. هخلص كده والم الكنسه دي واعرف بقى البط بتاعي واوريهولكم وهو بياكل. اهم حاجه يا جماعه للطيور النظافه، النظافه دي هي اهم حاجه للطيور. لا تاكلوا الطيور ولا تشربيهم، بس اهم حاجه النظافه. هخلص كده الكنسه دي بتاعتي واعبيها واشيلها بقى ارميها خالص واجيب اكل الطيور. خلاص تمام كده انا خلصت. انا كنت طالقه البط بتاعي على السطوح، انا عامه ما بطلعهوش على السطوح قد كده غير لما اجي اكنس بس، عشان خاطر بيبقى يجري مني في الاوضه بيغلبني كده وانا بكنس. هحط له بقى الاكل بتاعي ده، بواقي اكل على عيش ناشف مدشوش يعني منعماه، دشاه ونعماه. وهنا بواقي الاكل واحط لهم ياكلوها. هجيب لهم بقى الميه، هيجي بقى البط ياكل دلوقتي، هروح اجيب ميه وعشان احط لهم واصك عليهم بقى وانزل. انا كده جبت الاكل للطيور وكمان جبت لهم ميه هياكلوا دلوقتي.
انا كده خلصت عند الطيور يا حبايبي. انتوا شفتوا الطيور بتاعتنا وشفتوا الروتين بتاعي ده. اعملوا بقى لايك وشجعونا بقى في الفيديو ده يا جماعه. اعملوا لايك للفيديو، اهم حاجه اللايك. لايك يا جماعه، لايك لايك وانتوا معديين كده. عملنا لايك للفيديو. يا رب يكون الروتين بتاعي ده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك في القناه للي بيسمعني اول مره. اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، الروتين بتاعي الجميل ده عجبكم. ده بيض برضه انا جبته من عند الفراخ، كانوا لسه بايضين. والفراخ بيقولوا لكم اعملوا لايك. الفراخ اللي بيقولوا، انا ما بقول